بالنسبه لاغانيك انا احس اوقات ما ادري يمكن بحكم ان انا عيشتي في لبنان، احس انه شويه يبالغوا، يعني تنجح معاك اغنيه معينه، ما في داعي نحدد اي اغنيه لانه اسم الله لو بدي اقول اغنيه واحده لا ما خلاص تعدينا حكايه اغنيه واحده. تنجح معاك اغنيه واحده وتعلق مع العالم، فيبداوا بقى النقاد يهلوا عليك انه لا الاغنيه كلماتها مش حلوه او اللحن ما بعرف شو، فشو رايك في الموضوع؟ بتعرفي صرت احس شغله وحده انا انه يوم بفتح مجله وما في حدا حكى نشرني عنك نشرني والله بحس حالي غلط، بقول انا ليه بعدت عن الناس، يمكن مش عم بعمل شيء جديد. فكل ما حكوا كل ما احلى. اكيد طبعا. وعادي الخبريه صارت. وانا بقول يعني ياما في ناس ياما في فنانين حكوا عن التنوره وعن شارع، يا ريت عملوا قد ربعها. يعني 100% معك حق. يعني كل شغله نافره اعداء النجاح انا بلاقيها ناجحه. لا وبعدين انت عملت شغله ما هي يعني انه شيء بعيد عن لونك، عملت لونك يعني. وانا عم غني الشارع العربي، الشارع اللبناني. يعني مين ما بيحب التنوره؟ يعني 3/4 الوطن العربي نسوانجي. حلو قوي ده. حبيت انا والله حبيت والله العظيم. لا لا بالله تعيدوا هالكلمه حلوه، يا ريت تحطوها. ناخدها تاني بقى كده بما انها تخصنا. نعم كرمال هيك بما انها فينا حرف النون النسوه. نعم نسوة نون النسوة 2. كرمال هيك انا بقول كل ما حكوا عني كل ما احلى. طب واغنية ختيار على عكاز يعني حكوا عنها كمان نفس الشيء، ايش القصة؟ حكوا عن الكليب خلص بده يحكي يعني. خلص انه حاطين في راسهم بده يحكوا عن فارس. بس انا ولا كثير سعيد. فرقانة معك؟ هلا الحكي الاغاني الجديده الجايه يمكن اقوى دوز شوي صغيره. انت عم تعطينا بس القصة انا الناس شوي الناس حبتني هيك، ليش بدي اغير؟ طب 100% اللي جاي عن ايه يا فارس؟ اي الله يخليك غير نبغى نعرف. التنوره الجاي بيقول سالتها لستي مره، بس مش هغنيها لانه مش حافظينها الشباب. بس لا بس نبغى نسمع الكلام. تقول سالتها لستي مره، عم بحكي مع ستي ايه مع جدتي. حبيت الترجمة مع جدتي. قولي لي عن جدي نتفي. ايه قالت كان عينه لبرا مثلك مش عاقل ولا نتفي. طالع لجدك منزوع معنطز وراسك طلوع، يا ريت قلت له ممنوع وريتها ما كانت هالخلفه. هلا ستي عم تحكيني جدا. ستي عم تحكيني وانا عم بصبص على جارتنا حلوه. والله قلت لها بعد احكي لي في جارتنا مقابيله. قالت كاني ما حكيت جدك لا رحت ولا جيت ريتها ما كانت هالخلفه. انه هيدي حاله الشاب 100%. اصلا اذا ما هي كذا يعني ما هو طبيعي يكون. كيف اذا كانت جارتنا مثل حضرتك؟ يا سلام. هيلزق لها طول النهار من ورا الشباك. طيب وليش دائما يهاجموا اسماء الاغاني؟ ولا انت قصدا صرت بقى تعطيهم اياها قصد انه تحط اسم الاغنيه؟ والله لا عن جد؟ يعني بعدين صاروا يهاجموا هن تقريبا الكليبات. طب انه كليب انه انا عم اقول عن التنوره، انا عم بتغاوى بالمراه. ايه انا بحب المراه. هي الست بس تنوره فقط؟ لا 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 لا, لا هو قال بس انه حاجه ثانيه. انه بدي اسالك بس سؤال، اذا مرة حلوه ولابسه تنوره مين ما بيطلع فيها؟ لا كل الناس طبعا. المو طبيعي. والله مظبوط المو طبيعي كمان. كرمال هيك صاروا انا صرت بدي اصور الكليب وما بدي اعمل كليب كثير، يعني بدي اوصل الفكره بطريقه بسيطه مثل الكلام كمان. 100%. صاروا ياخذوها هن انه لا هيدا الكليب اوفر بس الحمد لله يا رب بعتبر انا حققت نجاحات كبيره من وراء هالنوع من الاغاني. يا خيي اللي مو الحمد لله يا عاجبه رب. التنوره ما حتعجبه. طب ايش رايك في الرجال اللي عينهم زايغه يا غاد؟ ليش عم تطلع فيا؟ شفت؟ ليش عم تطلع ما انت فيا؟ ما عملتي لي هيك انا عرفت. بصي اصلا انا شويه تركيبتي غريبه في الحته ديت. يعني انا كنت زمان دايما اقول ايه، ما احبش انا اتجوز راجل يكون متجوز واحده غيري. احنا بنتكلم غاده ولا بنتكلم مرت الحاج متولي؟ لا بتكلم غاده. اوكي. ده كان لسن معين. طيب ابتدت تختلف معاه الحكايه. اي اكيد. ان لو راجل متجوز مثلا وانا اتجوزته بعدها، طب ما هو انا كده اعتبر دخيله على الحكايه. صحيح. ممكن يكون هو مبسبساتي. والدليل قالوا له انه هو تزوج واحده ثانيه. لكن حسبتي انا كست بقى تبتدي تختلف. في حد بيبقى عنده الانانيه متملكاه فتبقى عايز تمتلك الرجل حتى لو هتخرب بيت حد تاني. انا بشوف ان الست يعني اول خطوه ليها لو عارفه ان هو راجل متجوز تاخده زي ما هو فول باكج.
عجبك انت روحي الحديث؟ يقبرني ربك، انت ما في منك بالجنة. ميرسي ربنا يخليك. اول ما الحلقه تتعرض لمراته هي دي الستات، شفتي بتقول ايه؟ هي السبب دي. فارس عن جد انت هلا عم تحكي والله انت قاعد يعني سمعتك قاعد تنزعها يا شيخ يا شيخ. عن جد يا فارس. غنيت نسوانجي؟ لا ما عم بحكي عن اغنية نسوانجي، انت كشخص انت كذا؟ انت يعني عينك على قول لبنانية عينك بيضة؟ قولي حقيقه. طب في رجال عينه منه بيضة؟ لا بقول لك في اتكلم عن بيج، نفسك. في بيج مش انت ليه بيضة كتير. بتلم الناس حواليك؟ اتكلم عن نفسك. عن تكلم نفسي عن انا؟ نفسك. الله يرزقنا يا رب، انا مرزوق، انا بعتبر اني مرزوق والحمد لله يا رب. هيبطلوا دلوقتي. اللهم لا حسد، هو خايف الرجال يحسدوه. لا بالعكس، بس انا شاب عايش حياتي بالطول وبالعرض. مش غلط. انا شاب بغني عادي، بس إيه. انه قلت لك انه مرزوق الحمد لله يا رب. والله يا فارس اذا انت مبسوط حياتك ما هو الرزق ده يعني 10 اهو لا اكيد. بتعرف ليش زادت معي الخبريه انا؟ ليه؟ لانه غنيت نسوانجي، بس هيدا موضوع غنيت يعني في اشاعات بتطلع عادي. دخلك على سيره التنوره، ايش اللي صار في المطار وانت جاي امبارح الموقف؟ امبارح ايه شو صار؟ فارس خلينا اصحاب. هذا مدير اعمالي بكتر حكي بس معليش هو فاضحك. عادي. ايش يقولوا؟ ما شو صاروا يقولوا؟ ايش قالوا عنك اول ما شافوك؟ شو قالوا؟ مطرب التنوره. اكيد كل فنان وكل يعني بتلحق اغنيه اكيد بعتقد بتكون هي مفرق طريق بحياته 100%. والتنوره كانت مفرق طريق بحياتي يعني. ومش غلط الواحد ينبسط أبداً. فيها اكيد. بقول لك هلا عم فكر افتح مطعم وسميه تنوره. يا سلام والله انا اول زبونه عندك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا وانت فيك. كمان؟ كلنا بلا استثناء. الله يخليكم يا رب. طريقتك اكيد. شو مش برجي انا؟ هون لا انت بتاع نسوان، انا برجك معروف. شو هو؟ لحظه ليش ايش بتاع برجي؟ نسوان؟ لا بتطلع سمع الرجال شو بنقال؟ لا ولا ولدنا هيدا لبنان. شو هو البرج المعروف تبع نسوان؟ هي تقول الاول اقول هو ولا لا، عشان ما اقولش بس البرج حد يزعل مني. بس والله اقول قولي لا انت انا الاول. ابغى اعرف هي ماخذه. طب قولي انت الاول. قولي لي. لحظه خليني اركز. احضر الارواح. الجدي. لا لا والله لا. خلاص. عن لا طب انت ايه برج ايش؟ عن جد لا دلو. ايه ده الدلو مش بتاع نسوان خالص. مش بتاع انت نسوان. مدعي. انت دخيل. انا من اول ما شفتها حبيتها والله. حبيتها لانه فهمتني. ابغاك تاكد لي اياه. شو؟ ايش قصه ستك؟ عندك مدير اعمال فتان، اعمل له عندي ايه؟ مدير توني؟ اعمال سنه طويل شو بده قص. بعمل له طيب؟ شو بعمل والله. له؟ انه ايه؟ ستي الله يرحم ستي وستك الله يا رب. يرحمه. وستي وستك شو بتهددني وستك؟ لا والله. ايه بتعرفي نحن بالضيعه فوق، ومن انا وصغير كنت شقي شيطان كثير. ايه وما زلت. ما كنت شاطر بالمدرسه. وين لعب الحياه علمتني بس والله المدرسه. كانت تيجي لعنا على البيت تقول لها لامي طلعي ابن سلفتك. سبحان الله بس تطلع بوجهه كيف هو. طلع هيدا ازعر مدري منين جاي والله. وبعدين حمار بالمدرسه. منه شاطر. حشاك. حرام. شو بدكم فيه ما تحطوا عليه مصاري. راحت الايام ايش الايام ايه فلت افترقنا بتعرفي. ايه كل واحد مشغل كبرنا. الحياة. رجعت على الضيعه انا كنت بلشت بالفن وبلشت نجم. انجح وبلشت. هلا بس وصلت في عنا عرس بالضيعه. اوه واقف ابن عمي واقف فرح يعني. فرح. الترجمة. مترجمه النهارده. واقف أنا. المتحدثه الرسميه باسمه. نعم. قالت لي صاروا كلهم كيفك استاذ كيف صحة استاذ. طبعا انا شو نجم استاذ كبير شو جاي عرس. كيفك استاذ ان شاء الله منيح استاذ كلهم استاذ طبوا علي كلهم استاذ. قلت لها عيطي لها لستي. ايه تعالوا قلت لها مين شايفة؟ استاذ. شوفي انا كيف بعيطوا لي استاذ. شوفي شايفه الايام عملت شفت فيكي ايه. الاستاذ شو بيعمل. ايه الحياة بتعلم. فارس يعني انا حسألك السؤال وانا عارفة اجابته، بس انا يهمني الجمهور يعرفوا. انت اكيد شخصية تحب اللمة والجمعة، اكيد. بس وين تحب اللمة دائما تكون؟ في البيت عندك او برا او في الضيعة او لا، وين؟ بحب البيت. انت بيتوتي تعتبر؟ اكيد لا. انا قلت ايه انه بس تحب الصخب. بس انه بحب البيت يعني انا اذا بقول لك بيجتمع على الاكل يمكن اذا ما كان في معي 8 9 من اصحابي ما باكل بيمرق نهار ليجوا. اوف. انا بحب العجقه يمكن لاني انا وحيد. انت ما عندك اخوات؟ انا عندي اخت وأخوات؟ لله
اخت واحده؟ اخت واحده. الله يخلي لك اياها. بس بيقول لي بيي انت قد 70. صل على النبي، قل له ما يحسد لنا اياه اذا بتريد. الحمد لله يا رب. فكرمال هيك بحب العجقه. فاحنا